اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. ازيكم حبايب قلب لما؟ النهارده جايه اقولك لو انت عايزه توفري في الميزانيه وما تحرميش نفسك ولا اولادك من اكله جميله هم بيحبوها. انا النهارده عامله لكم بفتيك مشوي. وبصراحه خطير جدا يا جماعه. لو جربتوا طريقه البفتيك المشوي احلى بكتير من المقلي واخف، هتدمنيها بجد. طب يا لما البفتيك النهارده كيلو عامل 500 جنيه. هقول لك لا، بمقادير بسيطه. انا النهارده جايبه نص كيلو بفتيك من عند نيو هابينس يا جماعه، بصراحه خطير. انا ما كنتش ناويه انزل الفيديو، قلت اما اجربه الاول، لو طلع حلو هقول لكم، عشان انا عندي مصداقيه في كل حاجه. فبسم الله اللهم بارك، جميل جدا. انا هنا معايا المكونات بسيطه جدا: ملح بفلفل اسود. طبعا الفلفل الاسود بتاعي انا ببهره، هعمل لكم ان شاء الله فيديو عن البهارات. ومعايا هنا قطعه من الزبده، والزبده هنا هي برضو بتدي تيست جميل جدا للطعم. هي دي بس كل اللي هتستخدميه. ده بس اللي هتستخدميه. ودي يا جماعه مقادير بسيطه جدا واكله سريعه ممكن تعمليها لو انتي وراكي اي مشوار، ما بتاخدش منك نص ساعه. بصي دي اللحمه اهي، بسم الله ما شاء الله اللهم بارك. النص كيلو عامل 180 جنيه. يلا بقى نبدا نشوف هنعمل فيها ايه. بصي بقى، عايزه اوريكي الشريحه. بسم الله اللهم بارك، جميله جدا، ولا فيها ريحه زفاره ولا اي حاجه. انا هبدا بقى اقطعها يعني القطعه الواحده هقطعها على 2. بصوا بقى، انا قطعته القطعه بسم الله ما شاء الله جميله اهي. هعمل ايه بقى؟ انا معايا ملح بفلفل اسود، هقلبهم بس كده ببعض. خلطه بسيطه جدا يا جماعه، يعني بصوا ما فيهاش اي حاجه. واقول بسم الله، وابدا بقى على كل قطعه كده من الوش رشه ملح بالفلفل، وادعكه كده فيها. والوش التاني كده ما زودش بقى عشان ما يملحش معايا ويبقى إيه مالح جدا. على فكره اللحمه دي جميله، انا يعني البرازيلي دي برضو حلوه، لان هي بتجيب، هي قالت لي انا جايبه درجه اولى، فهي ما شاء الله. وهوريها لكم بقى دايبه دوب خالص، خطيره بجد. بصوا بقى حبايب قلبي، انا تبلت الكميه كلها نص كيلو. هسيبه بقى كده نص ساعه. على ما انا اصلا كان عندي شويه رز فايض من المحشي من كام يوم، من يومين، خلطه محشي يعني حوالي طبق. فطبعا حرام انها تترمي، وكان عندي شويه ورق عنب، رحت عامله يعني حله صغننه خالص محشي ورق عنب. وقلت هعمله جنب البفتيك المشوي، والف حمد وشكر كده، يعني فل جدا. مفيش حد يا جماعه عنده حاجه ويرميها. لازم تحافظي على نعمه ربنا. هنسيبه بقى كده ولما اجي ان شاء الله اشويه هوريكي هنعمل فيه ايه. كده بقى يا حبايبي، انا معايا الشوايه بتاعتي. دي شوايه ماما الله يرحمها، بقولها بالرحمه والمغفره. دي انا بحطها على النار، اسيبها كده لغايه لما تسخن خالص وتطلع كده دخانه، وابدا انزل عليها بالزبده اللي هي اساس طعم عندي في البفتيك تسيح. حابين بقى تحطوا معاه زعتر او اللي هو روزماري الفريش، بيبقى حلو قوي، او فصوص ثوم. بس انا هنا بحب طعم الزبده الاصلي لوحده بيكون جميل. اسيحها خالص اهي، وابدا احط بقى الشريحه بتاعتي. بسم الله، سامعين بقى صوت الطشه؟ ده اللي احنا عايزينه. بسم الله. يلا بقى، احنا كنا قايلين حبايبي ان احنا كل اسبوع هنحفظ سوره. الاسبوع اللي فات انا حفظت سوره الواقعه الحمد لله بفضل الله ورحمته. والنهارده قرات سوره الكهف. النهارده الجمعه يا جماعه، ما تنسوش تقراوا سوره الكهف. وان شاء الله من بكره هبدا في حفظ سوره الملك باذن الله. ويلا نشجع بعض. كده بقى انا سايباه اهو، بسيبه على كل وش حوالي دقيقتين، هو بيستوي على طول. وان شاء الله تجربوه يعجبكم. قولولي بقى حبايب قلبي كده في الكومنتات، جربتي البفتيك المشوي ده قبل كده ولا لا؟ وجربتيه بانهي نوع لحمه؟ النهارده انا اول مره بجربه بصراحه باللحم اللي هو المستورد البرازيلي. وان شاء الله يطلع تمام، يعني انا مستبشره بيه خير.
بصوا بقى حبايبي، هو هنا بيتشوي على النار، وهنا هم عايزين بقى شويه ملوخيه ناشفه، وانا ما عنديش شوربه بس هصرف نفسي برضو. هحط معلقه زيت، نص معلقه صغننه خالص اهي، واحط عليها تومه. يعني بصي انا مش عايزاكي توقفي نفسك عند حاجه، المتاح عندك هنشتغل بيه. بسم الله. مش معنى انك انت ما عندكيش مثلا شوربه او ما عندكيش حاجه تعملي منها الملوخيه، انك انت توقفي نفسك وتقولي مش هعمل، لا، معانا حاجه تانية. بصوا بقى حبايب قلبي، عايزه اوريكم فعلا دايب والله اكبر عليه، خطير. بسم الله. بصوا اهو، جميل جدا وبيدوب كده. يعني انا اول ما عملناه اهو دقت منه، عشان ايه اوريكم الجمال. روعه وخطير جدا يا جماعه بجد. جربوه مش هتندموا. وتسلم ايدك يا هاجر، واللي جرب هاجر في حاجات كتير جدا، فما يستغربش ان دي نتيجه الحاجه بتاعتها. الله اكبر عليها. فعلا انا كده اعتمدته خلاص وهستخدمه على طول. حابه برضه اوريكم بقى الملوخيه الناشفه اللي انا عملتها بدون اي شوربه، جميله جدا. وما توقفيش نفسك على حاجه. يلا تابعيني واشتركي في القناه واعملي لايك وشير. شكرا حبايب قلب العم.